انت بتسأل وبشاير بتتكلم، ودي تاني حلقة من بشاير بتتكلم. ايه اكتر سؤال العميل بيسأله قبل الشراء وهو اصلا مش اهم سؤال؟ نوع النخلة مثلا ده مش أهم سؤال. الأهم إن أنا أسأل الأول على العوامل الفنية من حيث تربة ومية ومناخ، عشان أعرف النخلة اللي أنا هزرعها دي البيئة المحيطة بيها هي دي اللي هتفرق في الإنتاج. المسافة كام كيلو لسيوة؟ ده طبعا سؤال مهم، ولكن الأهم إن الشركة بتوفر لك عقد إدارة متكامل مش هيخليك تشغل بالك بالمسافة. انا ممكن ابني على مساحه قد ايه من الارض؟ وفي الحقيقه انت مش محتاج تاخد مساحه تبني عليها، لان كده او كده الشركه لها مباني اداريه بتاعتها وفيها اقامه العمال بالكامل، فانت مش محتاج تكون موجود هناك، لان كمان الشركه بتوفر لك عقد الرعايه والاشراف، فهي بتقوم جميع اعمال الرعايه والاشراف. مشروعكم على كام فدان؟ وده فعلا مش سؤال مهم، لان الاهم انت هتقدر تصرف على كام فدان. عمق البير مش مهم، عمق البير المهم وش الميه ونسبه التعويض. الزراعات التحميليه او الزراعات اللي بتبقى بين النخيل، مع ان الزراعات التحميليه مش دايما ميزه مطلقه، في احيانا كتير بيكون العائد المتوقع للنخيل اعلى بكتير من العائد المؤقت اللي جاينا من اي زراعه تحميليه.